السلام عليكم شباب، جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله. نزلت لكم فيديو كتبت النهاية، هي فعلا نهاية البرج الحمر بس بداية جديدة إن شاء الله. شوفوا السطح ايش صاير بيه. برج الحمر غيرته، راح نشتغل هنا أنا والحجي، رتبناه سويناه لوفت للزواجل. حتى هذا الموسم إن شاء الله نسابق. هاي البوابة وهي أرضية، يعني الباحة آخر شي كملنا الأرضية. هاي الماكينة مال لحيم، وجبنا المشبك هسه أشوفكم إياه، وجبت هذولا نموذج مثلث هذا البلجيكي نشده إذا شكله حلو حتى نجيب بعد فرد. أجيب فرد 10. هاي البوابة طبعا هذا ما عليكم بيه، هذا راح يتغطى كله، يعني هذا الخشب بس. هاي البوابة أصبغها وهي تظل هي والقفل فقط. هاي البوابة الطيور، هاي الطير عندي كانت بهذا القفص تتذكروه، هذا هيك عفت بيه الحمر. هسه اشرح لكم على الحمر. الحمر هم بعناها، الباحة طلعتها هنا وحطيت اكل، الطيور فاتت، يعني شغلة حلوة، الطيور تعلمت بسرعة. هسه نصور لكم من جوا من الداخل، قبل ما اصور من الداخل. هاي الخانات اشيلها اخليها هناك، اي هنا او هناك بذيك الجهة مع الحائط. هذه الجهة راح تتغطى نفس ذيك الجهة التول زراعي الى هاي المسافة تهوية. خوش السقف بيه تهوية، هسه اشوفكم اياه. وهذا كل الوجه راح يتغطى، هذا كله ما عدا المثلث هذا تهوية. ساعة عندي، صفارة كاملة، شغلة كاملة، والطيور موجودة ان شاء الله. هاي الارضية، شوف هذا الرف للماي، بس الطيور مبور عندي مقصوصة الطواير. هاي طبعا هاي طواير مقصوصة كلها، بس عندي هذا يطير 1 2 3 4 5 6 يطيرون. 8 هم 8 يطيرون، بعد 2 بالخانة خالهم، الباقي طواير هذولا. فخليت الماي بالأرضية بس على مود أسوي لهم هاي، أشيل هذا أفتحه المسراح وأخلي الخاناتي هنا وأخلي الطواير بي. طواير إن شاء الله 1/8 أطبقها. هاي الأرضية شوفوها، طبعا أطلع أتمشى عليها عادي، كل شي ما عليها. حطيت سيمين، السيم هذا البي ار سي كبير، مربعات كبيرة، وهذا الناعم. هذا الطير طبعا الباحة انطاني اياه هدية بالشغل، جاب لي اياه. ابقوا يعني شباب، عندنا اتصال، ابقوا يعني. ايه شباب، هذا الطير هذاك هسه اشوفكم اياه. البارحة جابوا لي هو هدية، بس طير بطل مات جناي قديم، حيل قديم. يعني هو الطير اصلا هذا 2016، هذا فحل، هذا 2016. يقول امهات سعودية وهاي السوالف. وهاي الطيرة امينة عندي قديمة، هاي 2015، يعني نفس المواصفات ابد. هو من شافه طبعا انا صورت له اياه، قال لي عندي طير لازم تطبقوا عليها. هاي الطيرة شوفوها، وهذاك الفحل. كلون نفس اللون، العين نفسه، مواصفات، يعني هي الطيرة تكمل المواصفات هاي. الجسم نفس الجسم، مضبوطة، يعني شغلة مضبوطة ان شاء الله. وهذول تعرفوهم الطيور، هذوك امهاتهم. هاي الخانة الفوق، هذا 1 وذولا 3، وهاي الاخ، هاي اختهم. المهم هذا اللوفت، هاي مال ماي، يشوفكم ماي مال ماي. هاي هنا تصير
هاي هيج هنا تصير هو. بس مثل ما قلت لكم انزلها مبور الطوار مقصوصة، بس اكمل الخانات ارجعها هنا، وهاي انظفها قشطة. طبعا كان نظيف البرج بس الطوار وسخوه. هاي الخانات عادية بيها الفحلة مع الزواج المفرودة. هذا واحد، هذا الاخ. هذا وجهه كنت وسخ ما بيشي، وباقي هم هنا كلها فحلة. نيجي هنا هذول فروجات. وهنا الحمر صفيتها، بقيت بس هذولا. وهسه اشوفكم اللخخ. هذولا 10 حفاي، شوفوهم هذولا احلى شي. ما ادري واضح عندكم، ما الشمس ما جاي اشوف. هذولا 10 حفاي، عيون بيضة عيون سود مشكل، بس طيور حلوة ونظيفة. اقفل الباب لا ننساه. هذا كله ان شاء الله يترتب وينشال. وهذا الصندوق اللي اخذ بيه الطيور للتدريب، شوفوا شغلة حلوة ومرتبة. لقيت من هذا الصناديق وسويت بيه، قلت احسن ما هيجي مستوتين بالشارع سوي بيه. هاي البوابة شغلة مرتبة حلوة، شوفوا يشيل تقريبا 10 طيور 12 طير. نجي هنا هذولا كتاكيت، هذولا لخخ، هذولا خواتهم بس هذولا ما لحقوا عليهم، يعني اكو فرق بين العمر. وهذا التركي ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا تقريبا يعني رس جديد داخل العراق، هذا سلالة يعني جديدة داخل العراق. هذا التركي صيرة عالية شلون البراهمة، وتحاجيل فول ولحية، شغلة مرتبة ما شاء الله. هنا ماكو بيض، ماكو بيض، هذا بيض اصطناعي. هذول دجاجنا، هذول 3. هذول اول زوج ربيتهم، وهاي بنتهم، ذوك ويلادهم، وذولا ويلادهم، كلها هاي ويلادهم من زوج واحد. الحمر هذول البقيت الحمر. نرجع الصورة. جاي يصور. هذا النيشان مالهم، بس هذا النيشان ماكو بعد، كلها بعته. نياشين كلها بعته، بدرنج واصفر ما فشنو جودي. هاي الحمر وهذا النيشان مالهم بس. هذول نتونس عليهم، يعني احنا نفك زواجل واصوركم ان شاء الله الفكات يعني مع السباقات العفو. اما ننتظر زواجل شي تجي من السباقة نطير الحمر نتونس عليها. وهاي الكمرليات والاشعل البسود طبعا جوا نسيته ما جبته. عندي طيور ذبت اشعل بسود 10 ب10 تحاجيل فول يخبل. هاي الكمرليات. وهذا داية خليته، هذا عندي داية يزق فرخات مال الزواجل او مال الحمر. وهذا انطيها هدية للشخص اللي انطاني الزاجل هذا، هو يجني مساكي. وهاي السوالف همينة. وهاي التحاجيل الحمراء، هاي تحاجيل هناك مكانه، انا عزلتهم ورا يضربوه خطية. هاي الكمرليات بين حفاي بس يعني مو فول يعني هيج، بس احنا ندور تحاجيل هسه نطلعها كلها. هاي كلها اطلع، واذا تريدون عود بعدين اعرضها للبيع على القناة، يعني انت اللي يريدهم يشتريهم. طير الطير 1 2 3 هذا 4 5 6 فرخات بيهم مخاليف. هذا تو شوف يبين فحل، هذا 6 هذول يطيرون.
والأمايات هذا 1 2 3 وهذيك قاعدة على البيض 4. هاي بنت شعلب اسود وكومرلية فضية. هاي هذه اذا تشوفوها بالسوق اشتروها، هاي فضية، هذه يسموها فضية. هاي تنطيك كومرلي واشعل باسود، تنطيك اشعل باسود خط طول 10/10. وهالخانات قلت لكم عليه راح افتح هذا مشبك اللي يسموه دشر مسراح، وهالخانات اخليها هناك واخلي بيها الطواير، حتى الفرخات ابدي ادربها على هذا البرج اعلمها. وبس اني بين فترة وفترة ان شاء الله اصور لكم ساعة ننظف السطح. وهاي الحلات اشدها للحمر هم ان شاء الله. هذول الحمر ان شاء الله 1/8، وذوك عندي تنك هم متعلمين على التنك، خلي بيهم تنك يعني بالبرج حتى طيور تبيض وتفرخ، هي ما عليها شغل بيها. وبس تحياتنا لكم، لا تنسون اللايك والاشتراك والتعليق، تحياتنا لكم.